النهاردة يا أبطالي جده هيحكي لكم عن سلطان عظيم اسمه سليمان القانوني. السلطان اللي في عهده الدولة العثمانية وصلت لقمة مجدها وقوتها، وكان محب للفن والعلم والجمال. سليمان ده يا حبايبي هو ابن السلطان سليم الأول وحفيد السلطان بايزيد الثاني، وده نفس النسب اللي بيرجع لبطلنا الكبير محمد الفاتح، فاتح القسطنطينية. سليمان اتولد في بيت ملك، وكان من صغره بيحب العلم وأهله. اتعلم الفقه والدين، وكان مشهور بالجدية والحزم والوقار، وكمان بالجمال. ولما أبوه السلطان سليم توفى، اتولى هو الحكم سنة 926 هجري، وكان عنده 26 سنة بس. وحكم يا ولادي 48 سنة، فيهم وصلت الدولة العثمانية لأكبر توسع ليها في التاريخ، وبقى سلطانها بيحكم 3 قارات: آسيا وإفريقيا وأوروبا. في بداية حكمه حصلت شوية تمردات وثورات، بعضها شيعي رفضي، فاهتم بتنظيم الدولة ورتب أمورها وكتب قانون شامل ماشي على الشريعة الإسلامية، وكان دايما بيستعين بفقهاء عصره علشان يطبقوا العدل بين الناس. ومن هنا الناس لقبوه بسليمان القانوني. وسليمان يا ولادي ما كانش سلطان قاعد على العرش وخلاص، لا، ده كان مجاهد عظيم. كان لما يكتب رسالة لأي ملك أو إمبراطور يبدأها بالآية الكريمة: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الوقت اللي جيوشه كانت بتجوب أوروبا وآسيا وإفريقيا، كانت كمان بتنشر الإسلام وتفتح البلاد. قاد حملات ضد الدولة الصفوية، وضم العراق وتبريز، وحارب البرتغاليين وطهر جزيرة العرب منهم، ودخلت ليبيا وتونس ودول إفريقية تحت حكمه. كمان لما شاف النصارى متحالفين علشان يطردوا المسلمين من الأندلس، وجه جيوشه لأوروبا وحاصر فيينا، وحرر بلاد زي القرم وأفلاق، وفتح جزيرة رودوس اللي كانت مأوى لفرسان القديس يوحنا اللي كانوا بيقطعوا طريق الحجاج وبيهجموا على السفن الإسلامية. وانتصرت جيوش السلطان وحرر الجزيرة، واضطر الفرسان يهربوا لمالطا. معركة مهاجسة العظيمة يا ولادي، مملكة المجر زمان كانت ضخمة جدا، فيها هنغاريا وسلوفاكيا وكرواتيا وأجزاء من النمسا وبولندا. السلطان بعت لهم رسول يطلب الجزية كالمعتاد، لكن الملك الكافر قتل الرسول ورفض يدفع الجزية. فسليمان جهز جيش ضخم بنفسه سنة 332 هجري، مشي بيه من بلجراد، ومعاه 100,000 جندي و300 مدفع و800 سفينة ماشية في نهر الدانوب. قابل جيش المجر اللي عدده 200,000 مقاتل، وكان منهم 40,000 من قوات النخبة الألمانية. عمل السلطان خطة عبقرية، قسم جيشه ل3 صفوف، وكمان هو والإنكشارية في الصف الثالث. المجر هجموا على الصف الأول، فالمسلمين انسحبوا بسرعة علشان يوقعوهم في الفخ. وفجأة ظهرت المدافع وبدأت تضرب نار، فالمجر وقعوا بالآلاف، وغرق منهم كتير في المستنقعات، ومنهم ملكهم لايوش اللي مات غرقان. المعركة دي يا ولادي خلت أوروبا كلها مرعوبة، والملوك هناك بقوا خايفين من اسم السلطان سليمان. حتى ملك فرنسا نفسه طلب يتحالف معاه، ووقعوا اتفاقية اسمها الامتيازات العثمانية الفرنسية، لكنها للأسف فتحت باب تدخل أوروبا في شؤون الدولة بعدين. القوات البحرية في عهد القانوني ومعركة بروزة. الأسطول العثماني في عهده كان مرعب، وكان قائده البطل خير الدين بربروس اللي أنقذ عشرات الآلاف من المسلمين من أسبانيا، وخاض معارك كتير ضد أوروبا. وأشهر معركة كانت بروزة سنة 945 هجري. البابا عمل تحالف صليبي ضخم من 600 سفينة و60,000 جندي بقيادة القائد أندريا دوريا علشان يهاجموا الأسطول العثماني اللي كان فيه 122 سفينة فقط.
بس بربروس وزع سفنه على شكل هلال، وبدأ الهجوم فجأة قبل ما الصليبيين يرتبوا صفوفهم، فدمر أسطولهم في 5 ساعات بس. ومن يومها البحر بقى تحت سيطرة الدولة العثمانية. وفي آخر أيامه وهو بيحاصر مدينة سكتوار سنة 974 هجري، كان مريض جدا لكن ما سابش المعركة. كان بيتحرك على سريره بين الجند يطمن على القتال، ولما شاف علامات النصر قال جملته المشهورة: الآن طاب الموت. ومات وهو مرابط مجاهد بعد حياة طويلة كلها فتوحات وعدل وشريعة. وكان فعلا نعم السلطان الصالح ونعم المجاهد البطل، رحمه الله وغفر له.